لو اكلت بروتين اكتر من اللي جسمك محتاجه هتخزن دهون. لا ما تستغربش واتقل كده وخد نصيبك صب. جسمك بيحرق 2200 كالوري ورحت انت جاي مدخل له 3000 كالوري، يعني في 800 كالوري زياده دخلوا الجسم حتى لو هم من البروتين. النتيجه النهائيه زياده سعرات وتراكم دهون، لان قانون الديناميكا الحراريه ما بيرحمش. التغيير في وزنك بيساوي السعرات اللي دخلت ناقص السعرات اللي اتحرقت. هتقول لي بس ده بروتين، اقول لك طب اسمع بقى. جسمك بيحرق ايه الاول وليه؟ جسمك ذكي جدا وعنده قاعده اساسيه بتقول ان العنصر اللي ملوش مخزن في الجسم نخلص منه علشان ما يبقاش سام. فالبروتين ملوش مخازن طاقه في الجسم. هتقول لي بس موجود العضلات، هقول لك العضلات دي مش مخازن، العضلات دي انسجه حيه. رقم 2 الكربوهيدرات مخازنها محدوده جدا، الجلايكوجين من 400 ل 600 جرام في الكبد والعضلات. 3 الدهون، ومخازن الدهون دي ملهاش سعه ملهاش نهايه، تتملى زي ما تتملى، فدي اخر حاجه الجسم بيفكر ان هو يحرقها. جسمك بيحتاج من 1.6 ل 2.2 جرام بروتين لكل كيلو في جسمك، مع ان اخر الابحاث بتقول ان انت احسن حاجه ليك وكفايه ليك قوي 1.6، ممكن تطلع لغايه 2.8 في حالتين اتنين. الحاله الاولى ان حضرتك استرويد يوزر، او الحاله الثانيه ان حضرتك عامل دايت لو كارب وقاسي جدا، فانت بتحاول تحافظ على العضلات بتاعتك عشان ما تقعش. وطالما الجسم اخد فوق احتياجه من البروتين بيعمل خطوتين علشان يخلص منه. رقم واحد الكبد بيفصل الجزء السام من البروتين وبيرميه في البول على هيئه يوريا، علشان كده بنقول الناس اللي بتستهلك بروتين زياده لازم تشرب ميه كتير وبشكل دوري تبقى تطمن على الكبد والكلى. الخطوه الثانيه اللي بيتبقى منه بيدخل مصنع الطاقه في الخلايا. حلو الكلام، اللي هو الاي تي بي. معلومه كده على السخان، البروتين بتاعك بيستهلك من 20 ل 30% من اللي دخل ده سعرات علشان عمليه الهضم. يعني قول لي 800 كالوري زياده اللي دخلهم دول هيصفصفوا معانا على 600 كالوري. حلو، طب ليه بقى هتزيد دهون؟ عمليه تحويل البروتين لدهون دي عمليه معقده جدا ونادر جدا لما تحصل. بس اللي حصل كالاتي، انت اكلت بروتين زياده، الجسم اخد اللي هو عايزه منه لاحتياجاته وللعضلات، الباقي هيعمل بيه ايه؟ هياخده يوديه للخلايا على انه طاقه. في عندك انزيم كده اسمه سي بي تي 1، هنقول عليه البواب. البواب ده هو اللي واقف على الايه، على الخلايا دي علشان ما يدخلش اي طاقه زياده. هو اوريدي عنده دلوقتي الخلايا مليانه، فلما تيجي بقى حضرتك تاكل كربوهيدرات او دهون وتيجي بقى السعرات دي تتحول لطاقه علشان تروح تخش جوه الخلايا، فتلاقي الانزيم ده اللي هو البواب واقف على الخلايا يقول لهم لا والله مش عايزين النهارده، شطبنا عدى علينا بكره، عندنا اللي يكفي وزياده. فهيروحوا فين؟ جدع، يتخزنوا دهون. الله، طب ما انت شاطر اهو، امال بيقولوا عليك كده ليه؟ هتقول لي اصل البروتين مش عضلات وبس. اقول لك عارف، اخدناها في الكلاس. واحد صناعه الانزيمات زي انزيمات الهضم والطاقه. اتنين صناعه الهرمونات زي الانسولين وهرمونات النمو. ثلاثه المناعه والاجسام المضاده اللي بتحارب الامراض. اربعه النقل زي الهيموجلوبين اللي بينقل الاكسجين في الدم. هو اوريدي خلاص صنع احتياجه الكامل من الانزيمات والهرمونات اللي هو عايزها، فمش كل ما هتدخل له هيصنع بزياده. كانش حد غلب. بالبلدي كده انت بتبني الداير بتاع البيت بتاعك والعمال قالوا لك احنا عايزين 1000 طوبه، حضرتك رحت اشتريت لهم 5000 طوبه، هم استهلكوا ال 1000 طوبه وبنوا بيه الداير. هتقول لهم لسه عندكم 4000، لا معلش ابنوا لي بيهم برضه بقيه الداير. وصلت؟ دلوقتي بقى بص على الاكل بتاعك وشوف نسبه البروتين بتاعتك زايده ولا ناقصه. لا تنفع تبقى زايده ولا تنفع تبقى ناقصه. حاسبها من وزنك قد ايه وقول لي في الكومنتات انت وزنك قد ايه وحاسبها ازاي. سلام.